اللهم لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد على كل حال. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وعنا معهم بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، اللهم جازه عن الإحسان إحسانا وعن السيئات عفوا وغفرانا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم افسح له في قبره مد بصره، وافرش قبره من فراش الجنة. اللهم أعذه من عذاب القبر، وجاف الأرض عن جنبيه. اللهم انقله من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اللهم استره تحت الأرض واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم آمنه من فزع يوم القيامة ومن هول يوم القيامة، واجعل نفسه آمنة مطمئنة ولقنه حجته. اللهم يمن كتابه ويسر حسابه، وثقل بالحسنات ميزانه، وثبت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات في جوار نبيك ومصطفاك. اللهم اجعل عن يمينه نورا وعن شماله نورا ومن أمامه نورا ومن فوقه نورا، حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الله الأعز الأكرم. اللهم إنه جاء ببابك وأناخ بجنابك، فجد عليه بعفوك وإكرامك وجودك وإحسانك. اللهم إن رحمتك وسعت كل شيء،
وهو شيء فارحمه رحمة تطمئن بها نفسه وتقر بها عينه. اللهم احشره مع المتقين، اللهم احشره في زمرة المقربين، وبشره بروح وريحان وجنة نعيم. اللهم احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيته سلام، سلام لك من أصحاب اليمين. اللهم بشره بقولك كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم شفع فيه نبينا ومصطفاك، واحشره تحت لوائه واسقه من يده الشريفة شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم إنه كان مصليا لك فثبته على الصراط يوم تزل الأقدام. اللهم إنه كان لك صائما فأدخله الجنة من باب الريان. اللهم ارزقه مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم أسكنه فسيح جناتك وتغمده بواسع رحمتك. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعله في بطن القبر مطمئنا، وعند قيام الأشهاد آمنا، وبجود رضوانك واثقا، وإلى أعلى درجاتك سابقا. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، ارحمنا برحمتك أجمعين، وأدخلنا جنات الفردوس مع المتقين، ولا تجعلنا عن بابك مطرودين، ولا تخزنا يوم يبعثون. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأكرم نزله ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين
الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكون في بطن اللحد مطمئنا، وعند قيام الأشهاد آمنا، وبجودك ورضوانك يا رحمن يا رحيم. اللهم انقله من ضيق اللحد ومواقع الدود إلى جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آنس وحشته وارحم غربته وتجاوز عن سيئاته وقبل منه حسناته. اللهم عبدك وأنت خلقته وأنت قبضت روحه وهديته للإسلام، وأنت أعلم بسره وعلانيته، وجئنا نشفع له فاغفر له. اللهم ألبسه بالقرآن الحلل وأسكنه به الظلل وأسبغ عليه من النعم، واجعله به عند الجزاء من الفائزين. اللهم اجعل القرآن لذنوبه ممحصا ومن النار مخلصا ومن الجنة مقربا. اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه. إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ولقه برحمتك رضاك وجنتك، وقه فتنة القبر وعذابه وفتنة النار وعذابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنه في ذمتك وجوارك، فقه من فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لميتنا وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه يا رب العالمين.